السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. النهارده عايزه اقول لكم انا عملت لهم فتة كوارع، بس حاجه كده بسم الله ما شاء الله، كل اللي كلوها شكروني عليها. هقول لكم بقى ازاي انا عملتها، ولا تطلع فيها ريحه زفاره، ولا البومبار مثلا نبقى تقولي خايفه منه يكون فيه ريحه مش كويسه. هقول لك النهارده ازاي تنضفي البومبار والكوارع ويطلع الشوربه كده صافيه وجميله وريحتها جايبه لاخر الشارع. بس قبل اي حاجه كده حطي لايك للفيديو تشجيعا منك، واشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش، ويلا بينا كده نقولك على طول انا عملتها ازاي. طبعا هنا في اكلات انا حطاها مع الكوارع، بس ديت انا كنت مخصصه كل حاجه فيديو لوحدها عشان ايه ما تتوهوش مني. يعني انا هنا عامله فتة الكوارع، في كمان طواجن كده جنب فتة الكوارع، احنا ملناش دعوه بيها، ده احنا هنعملها فيديو تاني لوحدها. انا هنا كده كنت جايبه كارعين كده كبار، عشان خاطر انا زي ما قلت لكم انا كنت عامله طواجن جنب الكوارع، بس احنا النهارده الفيديو بتاعنا هيبقى مختص على قد الكوارع والبومبار. تمام كده. انا هنا كده جبت كارعين، طبعا انت تقدر تجيبي كارع واحد لو انت هتعمل على قد الفته الكوارع والبومبار بس قبل ما نغسل الكوارع انا كنت غسلاها، بس هقول لكم الاول نحط كده الميه الكوارع كده على النار. حطيت كده فيها بصلايه وجزرايه وطماطمايه، وحطيت حبهان ومستكه، وما حطيتش بقى ملح، خلي الملح ده الاخر. حطيت فلفل اسمر وبشره جوز الطيب وواحده بس كده صغيره من عيدين القرفه، وطبعا ما ننساش الورق اللوري. تمام كده. هنسيبها كده ايه الميه تغلي مع نفسها عبال ما نغسل الكوارع تاني مع بعض. انا كنت غسلاها قبل كده وكنت حطاها في الفريزر، بس انا هقول لكم ازاي انا برضو بغسلها عشان خاطر اللي مش عارفه. انا بجيب هنا بحط عليها دقيق وملح وجنزبيل بودر. تمام. بتمسكيها بقى تغسليها كده غسله كويسه. بصي الجنزبيل البودر مع انا هنا كنت نسيت ان انا احطه قدام منكم الجنزبيل البودر. طبعا على العلبه بيكون معاكي حد واقف في قلب المطبخ بيبقى لابخينك بصراحه. فانت عشان تعملي اكله محترمه كده وحلوه ما تخليش حد واقف معاكي في قلب المطبخ، ايه خليكي مع نفسك، انت هتفتكري كل حاجه. بس انا هنا عشان عيلي كانوا حوالين مني كانوا لابخيني بصراحه. بس انا رجعت هنا افتكرت الجنزبيل وحطيته هنا معاكم. بالجنزبيل مع الدقيق مع الملح، عايزه اقول لك ده كافيه. بص تشيلك اي ريحه زفره في الدنيا. بص يعني هديت للطيور للكوارع للبومبار الحاجات اللي زي ديت للكرشه تحفه، مش هيبقى فيها ولا اي حاجه، وهتلاقي معانا الكوارع بصي شمعه. برضو نفس ما انا ما عملت زي ما قلت لكم في الكوارع، انا هنا كنت قلبه البومبار وكنت غسلاه، بس انا برضو هقول لكم تاني انا عملت هنا ايه. برضو حطيت هنا برضو فيها الملح والدقيق والجنزبيل. تمام كده. هندعكه برضو دعكه كده كويسه، انت تقدري بقى ايه تسيبيها مثلا نص ساعه ساعه على حسب ما انت ايه ما انت عايزه يعني. انا هنا زي ما قلت لكم انا كنت غسلاها كنت منضفاها، بس انا حبيت اوريكم الخلطه انا بعملها ازاي. تمام كده. هروح كده بقى دلوقتي اغسل الكوارع غسله كويسه والميه ايه تكون غليت بتاعه الكوارع. بصوا عايزه اقول لكم انا بقى الحاجات اللي احنا حطيناها في الشوربه بتاعه الكوارع كانت عامله ريحه ما شاء الله قبل ما احط كمان الكوارع. بصوا انا بوريكم الكوارع، بصوا بقى ازاي الفل، ازاي قشطه شمعه، ولا ريحه زفره ولا اي حاجه خالص، ولا حتى هتطلع لك كريم فوق الوش ولا الحاجات اللي احنا بنشوفها ديت في الكوارع. لا 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 لا. هنا بيدل ان الكوارع بتاعتك طالما الكوارع بتاعتك نظيفه وغسلاها كويسه الشوربه تطلع صافيه ولونها بص زي الذهب. هنا بقى انا هسيب كده الكوارع كده تستوي على مهلها واوطي عليها النار. انا هنا ما حطيتش ملح، انا سايبه الملح في الاخر خالص لحين ما تستوي. طبعا انا هنا هعمل هنا ايه خلطه المحشي. نزلت كده بمعلقتين سمنه كده حلوين. هنزل كده بقى ايه ببصلايه كده حلوه كبيره كده مكعبات. انا هنا هعمل ايه الخلطه بتاعه المحشي بتاعه البومبار، بس انا هنا كنت مزوده في الخلطه علشان خاطر انا كنت عامل طاجن كوارع بالورق العنب والهيصه ديت، بس احنا زي ما قلت لكم انا هختص فيديو على قد الفته والبومبار، وبرده هعمل لكم فيديو تاني برده لايه للورق العنب بالكوارع. تمام كده. انا هنا ايه بوريكم الخضره، انا بحب الخضره تكون كتيره في البومبار بصراحه بتبقى حلوه قوي، او عامه في اي محشي الخضره بتبقى جميله. انا هنا كنت جايبه 2 كزبره و2 شبت وواحده بس بقدونس، انا ما بكترش من البقدونس علشان خاطر بحس بيغير طعم المحشي. هنا اول ما ريحه كده البصله كده تهب عليك كده وتحسها انها تلزق في الهدوم ومنزل عليها بمعلقتين صلصه طماطم. لما تحطي صلصه طماطم في الاول عايزه اقول لك بتبقى بتعطي طعم حلو قوي للصلصه غير ما تحطيها في الاخر. وقمت نازله عليهم كمان بمعلقه صغيره كده من هريسه الشطه، لو انت مش حابه تخليها مشطشطه خلاص تقدر تستغنى عنها. واول ما تحسي كده ان هي الصلصه بدات تشكشك كده معاكي ومنازله بقى ايه بصلصه الطماطم بتاعتك. انا هنا كنت مفرزه صلصه الطماطم دي في الفريزر، وكنت كمان ضاربه معاها كمان بنجر. تمام. هحط بقى ايه التوابل بتاعه الملح والفلفل الاسمر والكمون وبصل بودر وثوم بودر. واحط كده سكه قرفه كده صغيره، وطبعا معايا بهارات لحمه. تقدري مش عايزه تحطي بهارات لما في بقى بهارات لا ايه بهارات المحشي تقدري تحطيها يعني. تمام كده.
وما تنسليش برضو رشه من الكزبره الناشفه. هسيبها بقى تتسبك كده مع نفسها. طبعا انا هنا الطماطم عندي، انا هنا كنت ضربها باقل كميه ميه، فمش هتاخد معايا وقت خالص. ماما ما تنسيش بقى تحطي شويه سكر عشان خاطر الحموضه. هنا بقى بعد ما كانت اتسبكت، انا كنت غاسله الرز، كنت مصفياه خالص من الميه بتاعته، سايباه ينشف خالص عشان خاطر مش عايزه الرز معايا يبقى مصلصل ميه في قلب التسبيكه. انا عايزه التسبيكه كده كلها تبقى ناشفه كده في بعضيها، زي ما احنا شايفين كده مع بعض. عايزه اقول لكم هنا كده بقى، بصوا الرز، بصوا صلصه الطماطم عامله فيه ازاي، حاجه كده ما شاء الله، والريحه كانت ما شاء الله ما شاء الله، كانت جميله. هنزل هنا بقى معايا كده برضو بصلايه كده مبشوره ناعمه خالص، هنزل بيها على الرز. طبعا حطها دي في الاخر، جربي بس الطريقه ديت وهتعجبك جدا، هتلاقي طعم المحشي بقى مختلف معاكي تماما. ومنزلتش بقى، انا ما نزلتش هنا بالخضره، نزلت بيها اخر حاجه خالص، عشان الخضره معايا لو نزلت بيها بالاول هتدبل معايا وهتسمر، هتبقى مش حلوه، هتقلب معاكي الطعم سبانخ، مش هتبقى طعم محشي خالص. تمام، انت خلي الخضره معاكي في الاخر خالص، هتبقي محافظه على لونها وطعمها، هيبقى معاكي في قلب البمبار او في اي محاشي، هتبقى طعمها حلو قوي. خلي دايما الخضره في الاخر. بصوا انا عايزه اقول لكم، بصوا الخضار عامل ازاي، حاجه كده ما شاء الله، وريحتها كانت جميله جدا. طبعا انا هنا استبعدوا ورق العنب، انا زي ما قلت لكم انا هعمل ورق العنب لوحده، بس انا كنت مقصره الفيديو عشان على قد فاتت الكوارع والبمبار. انا هنا كنت مفرده بقى كده خلطه المحشي، سايباها تبرد خالص عشان خاطر لو انا حشيت بيها البمبار وهي سخنه البمبار معايا هيكش، هيبقى مش حلو. فافضل حاجه تخلي دايما الخلطه معاكي تبرد خالص حتى تقدري تستحمليها، والرز كمان ما يعجنش معاكي. انا هنا كده بعد ما الخلطه معايا كانت بردت، قمت ماسكه كده بقى البمبار زي ما انتم شايفين كده، دخلت الصباعين الكبار في قلب البمبار، وبقيت الصباع التانيين بدخل بها الرز. ممكن تقدري تحشيها كده بالطريقه ديت لو انت حباها، ماشي. مش حابه الطريقه ديت، لو عندك قمع تقدري برضو تحشي بالبمبار. ولو عندك الوسع بتاع البمبار واسع شويه، دخل معلقه مثلا، تقدر تحشي بالمعلقه برضو براحتك. انا بوريكي ده وبوريكي ده، وانت بقى الاريح لك اعمليه. هنا بقى عايزه اقول لكم البمبار ما تحشوش قوي او ما تكبسوش قوي رز عشان خاطر ما يفرقعش منك. يعني انت ممكن تحسي ان البمباريه ده ما فيش فيها معلقه ولا معلقتين، صدقيني كده احسن، البمباره معاك عمره ما يفرقع ولا اي حاجه خالص. لكن لو حشتيه رز جامد هيفرقع معاكي. انا هنا بصوا بوريكم، بصوا البمبار تحس ان اكنه فاضي، ما فيش فيه اي حاجه، لا بس هو معانا الرز هيستوي وهينفش جوه، والبمباريه هتحس بطعم البمبرايه في قلب وانت بتاكليها كده. طبعا زي ما احنا ما عملنا هنا كده في اي شوربه للفراخ وللحوم، نفس اللي احنا بنحطه هنحطه، بس انا هنا مزوده مع معلقه صلصه عشان خاطر البمبار معايا يطلع لونه احمر وحلو. وهحط كمان برضو معلقه كده صغيره كده من هريسه الشطه. تمام. معلش استحملونا بحط الحاجات ديت، بس صدقوني الطعم في الاخر بيبقى حلو قوي. بص الشوربه ذات نفسها من قبل ما نحط اي حاجه شكلها جميله جدا. في ناس بتحط ميه كده بس تغلي وتقوم مسقطه فيه البمبار، طبعا البمبار بيخرج التوابل بتاعته والطعم بتاعه في قلب الشوربه، في قلب الميه يعني، فبتيجي تبص تلاقي البمباريه معاكي عادمه وبقى طعمها مش حلو خالص. لكن انت سوي كل حاجه، كل حاجه تاخد حقها، تطلع معاكي الحاجه طعمها زي الفل. انا هنا ما حطيتش البمبار، لازم نستنى لما الميه تغلي خالص وبعد كده تقوم منزل البمبار. لما بيحصل كده، لما بتنزلي كده البمبار والميه سخنه، البمبار بيقفل على بعضه ويقوم الرز ما يخرجش منه. وهتشوف كده دلوقتي اول ما ندخل، هوريكم دلوقتي البمبار بعد ما حطيته في الميه المغليه قفل ازاي معايا، واطلع رز ولا اي حاجه عشان احنا مش كابسين البمبار. لكن لو انت كنت كابساه كنت هتلاقي الرز طلع من الجوانب بتاعه البمبار، وبقت الحله معاكم كلها عباره عن رز. بصوا هنا البمبار، بصوا بوريكم ازاي قفل اهوت على بعضه اول ما نزل في الميه السخنه. تمام كده. بصوا هنا شوربه البمبار بقت عامله ازاي، حاجه كده ما شاء الله، وريحتها كانت جميله جدا. طبعا انا هدي عليها النار بقى وخليها تستوي على مهلها لحين ما نشوف الكوارع. بصوا هنا الكوارع ولا في زفاره ولا في ريم ولا اي حاجه خالص. بصوا ما شاء الله السمونيه بتاعتها والميه بتاعتها صافيه وجميله جدا. انا هنا كده بقى اسيب البمبار معايا كده يستوي خلاص، وبدا يستوي اهوت. هنحط عليه بقى شويه ملح لحين بقى ما يكمل بقيه سواه. هنا الكوارع عندي كانت استوت، دلوقتي بقى ازود لها كده بقى الملح وخلاص، غلوتين كده بقى واطفي عليها. بصوا هنا بوريكم انا شكلها بقى عامل ازاي، بقت بسم الله ما شاء الله. بصوا الميه بتاعتها بقت جميله جدا، ولا فيها زفاره ولا فيها ريم ولا اي حاجه خالص. تمام كده. هسيبها بقى كده بقى تاخد غلوتين زي ما قلت لكم، وهتقوم مطفيه عليها. تعالى كده بقى نبص هنا كده كمان برضو على البمبار. انا هنا بقى سايباه كده يستوي، بس انا كده هغطي عليه كده واوري بالغطا حته صغيره كده عشان خاطر ما يفرش على البوتاجاز. هنا كنت خاطبه هنا كده الكوارع عندي قدامي كده على البلانش عشان خاطر اقطعها.
مكعبات كده بقى الصغيره دي بتبقى اسهل طبعا في الاكل معايا. طبعا احنا كده كده مش هنسيب اي حاجه في الكوارع ولا النخاع ولا اي حاجه، احنا هنهتك عظام الكوارع خالص، يعني مش هسيب فيها اي حاجه خالص. انت بقى لو حابه تسيبيها كده بعظمها براحتك، بس انا عشان خاطر ولادي ما بيحبوش يمسكوا العظم يعني وكده يعني، فانا بقطعها لهم كده مكعبات بتبقى في قلب الشوربه. بصراحه بحسها اروق كده يعني، تبقى اكل دلع كده، مش لسه نمسك بقى الكوارع وننفض فيها بقى عشان ناخد النخاع منها ولا اي حاجه من الحاجات دي. انا هنا بقى بعد ما قطعت الكوارع رجعت انا بقى للتاني للشوربه بتاعتها. هعمل هنا بقى صلصه الفته. جبت كده طاسه عندي هنا كده ونزلت عليها كده بمعلقتين زيت، ومعلقه كده كبيره كده من الثوم، واسيبها كده تدبل معايا الثوم لحد ما يطلع ريحته الريحه بتاعته يعني الحلوه. انا مش عايزه الثوم معايا هنا يتحمر، انا بس مجرد ان هو يدبل. اول ما يدبل كده اقوم نازله عليه بمعلقه صغيره كده من الكزبره الناعمه. تمام. اول ما احس كده بقى ان الريحه كده بدات تطلع معايا، انا زي ما قلت لكم انا مش عايزه الثومه تتحمر، انا مش بعمل طشه ملوخيه ولا حاجه، انا عايزاه بس تدبل. اقوم نازله عليها كده بمعلقتين صلصه. هنا كده بقى مجرد ما الصلصه معايا كده ما تفك، هقوم نازله عليها بمعلقتين كاتشب. الكاتشب ده اختياري، انت حابه تحطيه ماشي، مش حابه تحطيه خلاص، بس انا بالنسبه لي بحب احط الكاتشب، بيبقى طعم الطماطم كده مسكر وطعمه حلو قوي يعني بقى غير المعتاد. وهم نازله كمان كده بكوبايتين من الصلصه المركزه. الصلصه المركزه ديت يعني انا ضرباها باقل كميه ميه، يعني انت لو تقدري تضربي الصلصه بتاعتك بالهاند بلندر يبقى يا ريت، ما كانش يعني ممكن حبه ميه كده صغيره يا دوبك بس يفرقوا. بعد كده هنزل انا هنا كده بقى بنص معلقه صغيره كده من السكر، واظبط بقى الملح بتاعه والفلفل الاسمر وانزل بشويه شطه. طبعا انا مش هقدر اقول لك الملح والفلفل الاسمر قد ايه، ده كل واحد على حسب رغبته. تمام كده، اديها كده تقليبه كده بقى مع بعضيها واسيبها لحد ما تتسبك. طبعا التسبيكه معايا مش تاخد وقت خالص عشان خاطر الطماطم قليله معايا. وهنزل كمان بمعلقه كبيره كده من الخل ومعلقه كبيره كده من الليمون، يعني مقدار كده مثلا ليمونتين صغيرين معاكي، لو عندك ليمون كبير يعني ميته اكتر تقدري ليمونه واحده. انا هنا كنت محمره كده بقى العيش ده في السمنه البلدي معايا، هسمعكم بقى صوت الطشه وتسمعوها يا ريت جميله ازاي. ومنزله بقى نزلت كده بكبشه شوربه وكبشه من الصلصه اللي احنا عملناها. انا هنا مش هحط دقه عشان انا هنا مكتره الطماطم اللي مكتره في الصلصه يعني التومه، فانا مش هعمل دقه، لكن لو انت بتحبي الدقه حطيها، بس انا بالنسبه لي بتعمل انتفاخ جامد يعني. وهنزل كده برده الرز الابيض العادي برده انا كنت عاملاه بالزبده، واقوم نازله كده بقى بكبشتين صلصه كده اللي احنا عملناهم، وانزل كمان برضو كده بكبشتين من الكوارع. بصوا بقى المنظر، قلب الضعيف لا يتحمل حاجه كده، بسم الله ما شاء الله، والطعم والريحه جميله جدا جدا جدا. جربوا بس الطريقه دي كده سهله وبسيطه اهي، مفيش فيها اي افتكاسات. وبصوا يعني دي بقى الطريقه الاصلانيه المأصله بتاعت زمان. طبعا هنروح كده بقى البمبار هنحمره، وهتكون نسيتوا معايا البمبار. انا بعد ما حمرته بقى عشان بقى الاجرام اللي احنا عملناه، حمرته كمان بقى بالسمنه البلدي. يعني بصوا بقى يعني اكله دسمه 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 وطعمها طعم جميل جدا. يعني ما تقوليش بقى دايت، اصلا اللي عايز يعمل دايت ما ياكلش الاكلات اللي زي دي، خليكوا بقى في المسلوق. اما احنا لا، احنا بتاعه البلد ياكل، احنا بنحب الحاجات دي. حمرت هنا بقى كده البمبار ونزلت عليه بشويه خضره كده من كنت مبقيه من بتوع المحشي، وغرفت بقى الاكل بتاعنا. بصوا انا شوربه الكوارع عامله ازاي، بصوا الميه بتاعتها، بصوا تحس ان هي دهب مش شوربه عاديه، جميله جدا. وريحتها كانت ما شاء الله. والشوربه معايا هنا كده صافيه وجميله، ولا ريحه زفاره ولا ريحه اي حاجه ولا غامقه ولا اي حاجه خالص. هنا كده كنت عرفت بقى خلاص كده الاكل بتاعنا. طبعا هنا كنت انا عامله كمان شويه سلطه خضراء. طبعا انا بحاول اقطع الطواجن اللي انا عاملاها عشان خاطر يبقى الفيديو مختص بس على قد اللي احنا عملناه. ودمتم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم.